السكر. جاء محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من الصابرين. بالآيات المسيح إبراهيم عليه السلام بالحق سوى الولد إن أرى من المنام البحر فرد من البقار الله كان أنه التثبيت مرات. السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك. طبعا انتم شايفين ان انا دلوقتي في الريف المصري، فاحنا دلوقتي في الاجواء الريفيه وان احنا هنذبح ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم الساعه كام بقى؟ الساعه 11. طبعا احنا صحينا الصبح يعني صلينا وفطرنا ومش عارف ايه، بس احنا قعدنا نتلكع شويه. لسه هنذبح الساعه 11. يعني الساعه 11 ايه؟ الساعه 11 اصلا دلوقتي، بس مش عارفه هيذبحوا امتى. فانا قلت بقى البس لكم بقى اللبس اللي هو الريفي، تمام. اللبس الزيل، تمام. فعشان خاطر كمان هنذبح، فما مش لابسين هدوم العيد دلوقتي خالص. جيت بقى قلت اتمشى شويه قبل ما يقرروا شوف هيذبحوا امتى. فقلت اتمشى شويه في وسط الغيطان، في وسط اراضينا. انا مش عارفه هو ايه ده، لو حد يعرف هو ايه ده. انا مش عارفه ايه الزرعه دي، تمام. لان اخر مره كان هنا عاملين غله، غله اللي هي بقى يعني اللي هي اسمها إيه؟ اللهم صل عليك يا نبي، انا اللي هي القمح، تمام. فخلاص يعني، فانا ما اعرفش ايه ده بقى، خبيزه بقى ولا ايه، ما اعرفش ايه الزرعه دي. فاللي يعرف بقى يقول لي، تمام. جيت هنا عند شجر التوت، الشجره بتاعتنا. بصوا الشجره اهي. دايما انا باجي هنا عند ناحيه الترمبه، الحته دي اللي النحل بقى. كنت بخاف اقعد هنا عشان بيبقى في بيطالع من الحته الفاتحه دي بتاعت الترمبه دي نحل. بس كنت بقعد برضو ما بخافش، بس مش باصه للكاميرا. فالمهم بقى ايه، شويه كده هنذبح وهنشوف بقى الاجواء بتاعت العجول اللي بتجري بقى واحنا بنجري وراها. ربنا يعدي اليوم على خير. هنا بقى كنا خلاص خرجنا العجله بقى عشان نذبحها، تمام. وهنا مغميين عينيها. اللي انا عرفته ان العجل لازم إن يتغمى عينيه، لانه هو بيبقى معرفش لما يكون في الضلمه ويخرج في النور فبيبقى حاسين، فبيخرجوا يجروا بقى واحنا نجري وراهم. فانتوا عارفين بقى العجول الهربانه يعني. المهم بقى ايه، بصوا في ثانيه بقى كنا ذبحنا بقى. واول يوم في الريف المصري بيعملوا حاجه اسمها حلويات، اللي هو الفشه على الكبده، على يعني فشه على كبده على لحمه على طحال، حاجات كده. بنحط بس فلفل اسمر وكمون بس كده، بناكله وبنتغدى بيه يعني. فانتوا قولوا لي بقى انتوا بتعملوا ايه اول يوم، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.